صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا فندم. منوّراني في بودكاست يا فندم، قعدة حلوة وضحك من غير فلتر، وليّا الشرف طبعًا إن أنتِ تبقي موجودة معايا في البودكاست. طبعًا عشان نعمل البودكاست ده face to face إحنا كنا محتاجين نتلاقى من بلاد عشان نعمله face to face، فده والله شيء شرف لينا يعني لمّا يطلع من حد منِّك فأكيد هتبقى حاجة ناجحة جدًا، يا رب يطلع. وإن شاء الله يا فندم يطلع يكسّر الدنيا. يا رب، يا رب إن شاء الله. طبعًا اللي هيسمع صوتِك في ناس كتير حوالينا هتعرف أنتِ مين، بس في ناس تانية مش ما تعرفش أنا قاعدة مع مين النهارده وعاملة اللقاء معاه، فببساطة كده عرّفينا بنفسِك. أنا يارا، عندي 3 ولاد، أول تجربة منهم كانت توأم، فكانت مش أسهل حاجة، بس طبعًا، عدِّت. طبعًا، طبعًا. عِشت في الكويت طول عمري، وبعدين جيت مصر اتخرّجت من صيدلة، بعدها عملت كده اشتغلت في صيدلة شوية، بعدين اتجوّزت برّه في السعودية، فعملت career shift كده بسيط ورُحت لمجال التدريس. مشيت، يعني مشيت حلو، الpresentation حلو. skills ضبطت، فمشيت لحد ما مسكت رئاسة قسم، وبعدين مسكت أشرفت على مدارس، وبعدين مسكت مديرة أكاديمية للفرع، لمدارس كبيرة يعني الحمد لله في السعودية وكده، هو ده اللي أنا عملته دلوقتي، والحمد لله يعني هي دي حياتي دلوقتي ما بين مصر والسعودية، بس الأهل بقى هنا والشغل هناك، طبعًا، طبعًا. ففي موازنة بتحصل يا جماعة مُقلقة. اللي يشوف يعني يارا هيشوف هي أول حاجة ما تجيبش خالص الرقم اللي هي قالته كعُمرًا، ثانيًا cute جدًا على كل اللي هي بتقوله، فأنا عايزة أقول لكم يعني إن هي إن في لأ، في حد كبير قاعد معايا مهم، عمل إنجازات فعلًا كبيرة جدًا، فإحنا فخورين بيكم عشان بس والله تبقى يعني عارفة. يعني إحنا اللي فخورين بإن إحنا في الpodcast المهم ده، والأسئلة إن شاء الله نعرف نجاوب عليها لا ما تقلقيش ونوصّل بعد ما وصلتِ يعني لكل ده مش يعني المديرة قاعدة أنا معانا. حابب. لأ فعلًا يعني فعلًا اللي يعرفِك ويشوف الحاجات اللي أنتِ عملتيها، لأ أنتِ عملتِ حاجات كبيرة جدًا، وفي الآخر لأ أنتِ very cute حاجة كده حاجة كده صغنونة فإزاي بس برافو بجد منوّراني. بُصّي بقى يعني أنتِ دلوقتي عرّفتينا بنفسِك وبالمراحل اللي أنتِ مشيتِ بيها في حياتِك، وأنتِ بادئة بقى معايا من زمان، يعني إمم، إحنا كان في دنيا زمان كده مختلفة عن الدنيا اللي إحنا فيها بالضبط، دلوقتي. بالضبط. فأنا دايمًا باحب أول سؤال أسأله، إيه أكتر حاجة مستغرباها في الدنيا اللي إحنا عايشينها؟ اللي هو لمّا تيجي تشوفيها هو إيه اللي جرى في الدنيا، هو حصل والله إيه؟ هو فعلًا هي يعني يصعب عليكِ الأجيال الجديدة إن هُم ما عاشوش الحاجات البسيطة اللي كانت بتفرّحنا، إمم. يعني هُم اللي بيفرّحهم حاجات معقّدة، حاجات فيها steps. إحنا فعلًا كان ممكن قعدة جميلة في منظر خُضرة ده لأ، هُم ما بيشوفوش بعينينا، صح. أنا في وجهة نظري إن يعني اللي أنا باستغربه يعني ممكن أختصرها في جملة النضارة اللي ولادنا بيشوفوا بيها الدنيا، لو آه. غيّروا نضارتهم ما أعرفش، بس هُم مش لغتهم، مش نضارتهم، ما يعرفوهاش، ما حدش آه. ادّاهم النضارة دي من وهُم صغيرين، فالتسارع اللي في العالم، فكرة إن في حادثة تحصل في كافيه في فرنسا مثلًا وأنا أعرفها هنا وأنا قاعدة في مصر، دي بالنسبة لي حاجة غريبة، بس في نفس الوقت بيصعب عليّا فيها الأجيال الجديدة إن هُم ما دي اللغة اللي هُم فاهمينها، وده دايمًا الجملة اللي أنا باقولها دي اللغة اللي هُم فاهمينها، دي الحياة اللي هُم شافوها وكبروا عليها، بيصعبوا عليَّ بس في نفس الوقت باحاول إن أنا أبسطهم بطريقتهم، فده بالنسبة لي الحاجة اللي أنا باستغربها، طريقة إمم. انبساطهم مش مختلفة عن طريقة انبساطنا، التسارع اللي هُم عاشوا فيه واتولدوا فيه ونشأوا فيه، نظرتهم للحياة دي بالنسبة لي غريبة، بس إحنا هنواكبها وهنمشي معاها، مضطرة. إمم. هاستمتع بطريقتي بس هاخلّيهم هُم برضه يستمتعوا بطريقتهم. هاحاول أعمل لهم الموازنة دي بطريقةٍ ما، فدي من الحاجات اللي أنا باستغربها في الزمن ده بصراحة. وده طبعًا يعني أنتِ أصلًا قُلتيه، يعني ده بسبب mainly الإنترنت والسوشيال ميديا وإن إحنا بقينا بنخش في أخبار أنتِ بتقولي في فرنسا، إحنا مالنا؟ يعني هو ماله يا حبيبي بالضبط. يتأثّر أنا ليه بحاجة أيوه، أيوه في فرنسا، ففعلًا بالضبط، بتاخد من بالضبط، طاقتهم ومجهودهم، أمّا تيجي بالضبط. تبُصّي يا جماعة ما تخلّيك معايا أنا، ما تخلّيك معايا وسيبك من الأخبار اللي مش وده اللي إحنا كنا فيه وإحنا صغيرين، كان عندنا بالضبط. قنوات بسيطة في التلفزيون، كان عندنا مسلسل واحد بييجي، لكن الزمن اللي إحنا فيه فعلًا مخلّي الولاد مش حاسين بقيمة الحاجات الحلوة البسيطة، كلمة بسيطة أنا ما باحسش إن هُم يعني شايفينها أصلًا أو عارفينها، فدي من الحاجات اللي باستغربها حقيقي كل صح. يوم، يعني أنا أيوه صح، يوميًا صح. باستغربها. أنتِ يومين عايشاها مع يوميًا ولادِك. عايشاها ويوميًا باستغربها ويوميًا باحاول أزرع فيهم، بس هي حقيقي تاني باقول هي نضارة ما حدش ادّاها لهم أو مش هيشوفوا بيها حاجة، هم عينيهم مش هيشوفوا بالنضارة دي حاجة صح حلو، للأسف. حلو اللقب اللي أنتِ إمم، مدياه إمم، إن هم لابسين نضارة مش نضارتهم، صح، إمم، صح، بس إمم. دي نضارة الدنيا للأسف اللي هم عايشين فيها. فإحنا لازم بقى نبدأ إن إحنا ندخّل النضارة دي إمم. لينا إحنا الأجيال اللي عندها إحنا من الأجيال فعلًا يعني الجيل بتاعنا
هو اللي هيفهم كلامي، لإن إحنا من الأجيال اللي عدّى علينا الاتنين، إحنا صح، صح، الكمبيوتر صح، والإنترنت دخل وإحنا شباب، آه، فحاولنا نواكبه أو واكبناه فعلًا، بس في نفس الوقت إحنا عارفين قيمة الحاجات البسيطة، فإحنا الجيل فعلًا اللي عدّى عليه كل الحاجات دي، فسهل نواكب ولادنا، بس أنا حاسة إن في حاجة مهمة فايتاهم، باحاول أزرعها فيهم إمم، بأي طريقة، باحاول آخُدهم أشيل الموبايلات، أودّيهم مكان طبيعي، يتفرّجوا على حاجات حلوة، طبيعة حلوة، إمم، صوت العصافير ده هُم مش بيفهموه زي ما إحنا بنفهمه، منظر البحر لأ، صح، هُم في صح، بالهم هنعمل إيه على البحر، لأ أنا في بالي منظر البحر، أيوه، القعدة ده بس، الفرق بين القعدة، النضارة اللي قُلت الهدوء، عليها، صح. بالضبط، طيب في وسط بقى شوفي الرحلة اللي أنتِ قُلتِ لي عليها ما بين تخرُّج صيدلة، جواز، شغل، أولاد، دايمًا باسأل حاجة لكل الناس اللي بتحب يعني اللي بتسمعنا تشوف شايف الcareer بتاعِك وحياتِك المشغولة دي، أكيد في اليوم الواحد اللي بيعدّي عليكِ إنجاز بسيط بتعمليه في يومِك، من بساطته شوف هو بسيط إزاي، بس بيحسّس يارا لأ ده أنا النهارده إيه، ده أنا ما فيش دي زيي، حقيقة، دي دي ما حقيقة. فيش زيي. أنا بالنسبة لي فعلًا باحاول قبل ما أنام أكون أسعدت حد، أنا ده بيسعدني جدًا، أوكي، يعني أنا من الناس اللي شايفة إن سعادتنا مربوطة إن أنا أبقى سبب في سعادة حد أو ضحكة حد، حد ده ممكن يبقى ابني على فكرة، يعني حاجة أيوه، بسيطة آه، أوي، آه، يعني أحيانًا بيبقى جوزي على قد ما أقدر. منوّرنا، ممكن يبقى حد معايا في آه، الشغل، حد في الteam عندي ويشكرني إنه اتعلّم حاجة النهارده، دي بالنسبة لي ياه! ممكن أعيش سعيدة أسبوع على الكلمة دي، إن أنا علّمت أوكي. حد حاجة، إن أنا أسعدت حد، إن أنا فرقت في حياة حد، أنا دي من الحاجات الإنجازات اليومية اللي باحس بيها وأنا كده قاعدة بالليل باراجع حساباتي قبل ما أنام، لأ آه، أنا فعلًا النهارده عملت حاجة، واليوم اللي ما باعملش فيه كده باحس إن لأ طب أنا هاصحى بكرة أعمل كده، يعني ده هدف إمم، بالنسبة لي. فحقيقي الإنجاز البسيط اللي بيغيّر يومي إن حد يقول لي إن أنا أسعدته أو فرقت معاه، دي حتى سعادتي، أنتِ بتقولي يعني حتى سعادتي لو مربوطة ابن، بسعادة غيري فعلًا، أوكي، يعني حلو ضحكة أوي، ولادي دي بالليل أو حاجة سعيدة أنا عملتها لهم أسعدتهم، لأ ده بالدنيا. حلو أوي، إمم، حلو، طب شوفي البساطة أيوه، شُفتِ؟ أيوه، يا جماعة الموضوع بسيط، يعني كل واحد فعلًا في يومه يقدر يلاقي إيه، حاجة بسيطة خالص بيعملها، بس أنت لازم تبقى واثق إن الحاجة دي ترضيك من جوّه، ودايمًا ما نخلّيش المشاكل تنسّينا النِّعَم اللي إحنا فيها، يعني ساعات من كتر المشاكل بننسى صح، مثلًا أنا عندي صح، مشاكل كتير في الشغل مثلًا، فبافكّر كل يوم أسيب الشغل، طَب ما تفتكري إن أنتِ أصلًا في ناس بتدوّر على شغل يومي ومرتّبِك ده بالنسبة لناس تانية صح، وأنتِ صح، سعيتِ قد إيه عشان توصلي للشغل ده، فدايمًا أنا الكلمة اللي دايمًا أقولها حتى وغالبًا بتبقى في الشغل، المشاكل بتنسّينا النِّعَم اللي إحنا فيها، إحنا في نِعَم، صح. ف فهي دي استشعار النِّعَم، فأنتِ برضه صح، محتاجة إن صح، الناس تبقى صح، فعلًا هي قَلِّت خلاص تيجي تقعدي مع أي حد أنتِ القعدة عبارة عن شكاوي، إحنا دي بنشتكي حقيقة، بس، دي بنشتكي، حقيقة، يا جماعة طَب ما نقول أي حاجة حلوة في يومنا، دي حقيقة، إحنا إمم. بنقولها دلوقتي، هو ده بقى غرض البودكاست، أيوه، نِعَم حلو، كتير فعلًا وربنا رازقنا بحاجات حلوة كتير، نرجع لنقطة النضارة نربط السؤالين ببعض، إمم، لو بصينا بالنضارة المتفائلة المنوّرة اللي فيها إن كل يوم هيبقى أحسن من اللي قبله، لأ حياتنا هتفرق كتير، هتفرق كتير. نفتكر بس النِعَم اللي إحنا فيها. حلوة دي، حلو. يعني هاخد بقى من كلامِك وأخُش على السؤال اللي بعده، بسبب بقى السوشيال ميديا والنضارة زي اللي أنتِ بتقولي عليها اللي ولادِك لابسينها واللي بقى البشر كلّهم لابسينها دلوقتي، في ناس زيّنا أو حوالينا قاعدين في بيوتهم شايفين إن حياتهم فايتها حاجة، بسبب بقى سرعة الريتم السوشيال ميديا أو سرعة الحياة، بسبب إن هي شايفة إن هي أنا يا دوبك باربّي العيال، بأكّل، باعمل homework، اليوم بيضيع، لا باحقق career، لا بانجز. أو من الشغل للبيت، ما باعملش أي حاجة لنفسي، ما باجيبش فلوس زي الinfluencer صح، والbloggers والحاجات دي، صح. فأنتِ تقولي إيه للناس اللي حاسة إن فايتهم حاجة، هل فعلًا فايتهم حاجة؟ بُصّي، أنا حاسة بيهم، ومش إمم، بالوم لإن دي طبيعة البشر، إن إحنا نحس إن يعني في حتى أبسط حاجة باروح إمم، حتت في هنا في مصر باحس إن أنا ليه أنا يعني مثلًا فايتني كتير، مثلًا آه، قصدي الأحاسيس اللي هُم بيحسّوا بيها طبيعية جدًا، فهو أنت الإحساس اللي أنت حاسس بيه مش تقصير منّك، ده إحساس طبيعي، حاسس إن أنت عايز تبقى أحسن، ولادك يبقوا أحسن، إنجازاتِك تبقى أكتر. بس حقيقي، حقيقي اللي بننساه إن إحنا بننجز في كل لحظة، الطبخة اللي باعملها حلوة ده إنجاز، أنا إمم، لو باشتغل فالحاجة شغلي العادي ده إنجاز، يعني مجرد إن أنا إمم، صح، باشتغل صح، ده إنجاز، قاعدة في البيت أنا تربيتي لولادي كل دقيقة دي إنجاز، نومتي على السرير ده إنجاز، لأ إحنا بننجز، إحنا بننجز كتير، لكن فعلًا تاني لنفس النقطة المشاكل بتنسينا الإنجازات والنِّعَم اللي صح، إحنا فيها، صح، فحقيقي إحنا أنت بتنجز حلو جدًا، أنت ناجح في حياتك، خلّيك ساعد نفسك إنك تنسى المشاكل وتفتكر الإنجازات، بمعنى كبّري الإنجازات وما تتكلميش كتير عن المشاكل، ده دايمًا يعني بنحاول أوكي، نعمله، حلوة مش دي، باقول وده يعني مش آه، باقول إن ده سهل، باقول إن
عيش أحزانك عادي يوم، يومين، 3 بس ما تكبّرش المواضيع، ما تمشيش تحكي فيها لكل الناس عشان هتكبر جواك، بس تعالَ إمم. عند الحاجة الحلوة واعمل العكس، آه. اعمل العكس، روح واحكي واتكلّم واتبسط ويعني فأنت هتحس من جواك إنك satisfied باللي أنت عملته، إمم. عملت إنجازات، ما تنسيش إن أنتِ يعني أنتِ مُنجزة بضحكتِك على فكرة لحد زعلان. إمم. ده صح. إنجاز، أنتِ إمم. طلّعتيه من مشكلة كبيرة كانت ممكن تؤدي لمرض نفسي، لانتحار، مكالمتِك لصاحبتِك اللي هوّنتِ بيها مشكلة كبيرة عندها ده إنجاز، صح. وده طبعًا صح. إحنا شاطرين فيه، آه. إحنا طول النهار إحنا بنتكلم في بنتكلم بس. التليفونات. أيوه صح. آه. فالإنجازات كتير وأنتم بتنجزوا وبتنجحوا، بس تاني خلّي حاولي تساعدي نفسِك تطلعي من أحزانِك، تطلعي من مشاكلِك، إمم. تنجزي فعلًا، تبُصّي لإنجازاتِك بنضارة bright جدًا، بتعملي حاجات كتير، فلأ بالعكس، بالعكس. إمم. ما فيش الناس حاجة كلّها فوق كده. فعلًا أنا بامشي في الشارع باشوف إن الست اللي ماسكة ابنها وابنها بيسمع كلامها مع إنها غلبانة جدًا، دي أنجزت عني على إمم. فكرة. صح. يعني صح. أنا أيوه. ممكن يكون ولادي ما اتربوش التربية مثلًا اللي آه. هي ربِّتها لابنها، لإنها أنجزت. أنتِ على قد بساطتِك عرفتِ تنجزي حاجة حلوة، ابنِك طلع شهم، طلع راجل، إمم. طلع حتى لو هو يعني بسيط بيشتغل شغلانة بسيطة، لأ هو بيساعدني، إمم. فهو جواه صح. إحساس إنه عايز يساعدني، فأنتِ برافو عليكِ أنتِ أنجزتِ. إمم. فهي ده الإنجازات البسيطة اللي المفروض نبُص عليها، صح. غير طبعًا نجحت في حياتها، ما تحسيش دايمًا إن بس أنا كنت ممكن أنجح أكتر، بس فلانة اترقِّت عني بس، إمم. لأ، لأ أنتِ أنجزتِ ما تبُصّيش لغيرِك، أيوه هي دي. لدرجة هي إن دي. أنتِ صح. يعني دايمًا يقولوا السباح اللي بيبُص وراه بيبطئه، ما تبُصّش وراك، بُص قدّامك لحد إمم. ما هتوصل لخط النهاية، ممكن تبقى أسرع من أي حد، فما إمم. تعطّليش نفسِك إنِّك تبُصّي ورا أو تبُصّي على غيرِك، ده بيعطّلِك أوي، فبُصّي هو ده اللي دايمًا بيحسسهم فعلًا إن فايتهم حاجة، لو هو أنتِ ده انشغلتِ الإنجاز، هو ده بحياتِك. الإنجاز، إمم. الإنجاز في ثقتِك في ربنا جدًا، تثقي إن ربنا هيوصّلِك للي أنتِ عايزاه، ما تبُصّيش للي حواليكِ، ما تبُصّيش وراكِ، ما تبُصّيش لأي حاجة فاتتِك، بالعكس بُصّي إن كان ممكن فلانة اترقِّت عني، طيب ما اشتغل أكتر عشان أترقّى، إمم. فلانة أنجزت عني، طب ما تبُصّيش لفلانة أصلًا، صح. هي فهي دي يعني سر الإنجازات أو إن أنتِ تحسّي إن أنتِ أنجزتِ في أي حاجة بسيطة. عامةً يعني شوفي الكلام كله فيه تفاؤل، فيه سعادة، فيه فرحة، فيه فلازم دايمًا أنتقل إلى حاجة تانية، يعني اللي بيقعد مع يارا واللي بيتكلم معاها دايمًا بيلاقيكِ مبتسمة وبتحكي وبتضحكي وبتروحي وتيجي، بس دايمًا باقول جملة شهيرة جدًا: ما فيش بيت ما فيهوش ابتلاءات، أو ما فيش حد ما عدّاش عليه مواقف صعبة. فدايمًا باحب برضه عشان اللي بيسمعنا يحس لأ، إحنا ناس طبيعية عادي جدًا يا جماعة وبيحصل عندنا كل يوم حاجة صعبة. إيه أكتر موقف صعب عدّى عليكِ وعدّيتِ منّه إزاي؟ حتى لو موقف في الشغل، موقف يعني مش لازم يكون والله حاجة. أنا خلّيني أجاوب إجابة كده إن أنا إمم. كل يوم بيعدّي علينا مواقف صعبة، كل سَنة وأنا مسافرة وسايبة أهلي ده موقف صعب، إمم. كل شغل باسيبه comfort zone باسيبها وباروح لشغل تاني ده موقف صعب، كل مشكلة بتحصل لولادي كبيرة إلى حدٍ ما ده موقف صعب جدًا، الخوف من مكالمة الساعة 02:00 مثلًا في الغُربة لفقد حد عزيز، الخوف لوحده ده موقف صعب بيعدّي علينا إمم. كل يوم. صح. مشكلة كبيرة حصلت لواحدة صاحبتي أو عاية أو تعب لحد من قرايبي وأنا متكتّفة مش عارفة أساعده، ده موقف صعب، أيوه. فكل المواقف اللي أنا حكيتها دي غالبًا ما فيش حد ما عدّاش عليها. ما عدّتش عليكِ. آآ أنا بس دايمًا في إمم. مشاكلي باحاول أنساها، مش إمم. باقلل منها، أنا آه. باحزن، يعني مثلًا أيام الغُربة إمم. سافرت، ده من أصعب المواقف اللي بتعدّي عليَّ كل سنة وبابقى حاملة هَمّها، إمم. يوم، يومين ماشي باعيش أحزاني بس باشغل باطلّع نفسي من الmood ده، إمم. باطلّع ولادي من الmood ده، مثلًا فقدنا حد عزيز هنزعل، وده طبيعة بشرية مش أكيد. هنستكتر الزعل على نفسنا، بس نحاول إن إحنا ننسى، نحاول إن إحنا نشغِل نفسنا بحاجة اليوم اللي هيعدّي مش هييجي أوحش منه، هييجي أحلى إن شاء الله. فأنا مثلًا فقدت أتمنى. حد عزيز، هاعيش أحزاني يوم، يومين، أسبوع، مش كتير طبيعي، بس بعدها أنا هاحاول أشغِل نفسي، هاحاول اللي يقول لي تعالي اخرجي معايا هاخرج، انزلي الشغل مش هانزل. هتسيبي نفسِك مش هاقول إن أنا لمّا أنزل للحزن. الشغل هانسى الغصّة اللي في قلبي، إمم. بس هتفضل الغصّة دي بس مش لاقية وقت أتكلّم عنها، صح. فهتصغر مع الأيام، هتفضل جوّه. فخلّي الأيام تعدّي في المواقف الصعبة، خلّي الأيام تعدّي واللي هييجي إن شاء الله هيبقى أهدى وأحسن وربنا هيبعت لِك هدوء وسكينة كده
هتعدّي بيها المواقف. ففي ابتلاءات عدِّت علينا، كُلّنا عدِّت علينا ابتلاءات صح. حقيقي، كبيرة، صغيرة، حجمها أنتِ اللي بتحدّديه، أنتِ اللي بتحدّدي حجمها في حياتِك والوقت اللي هتاخده من حياتِك. في ناس مش بتعرف تطلع من أحزانها قبل سَنة، في ناس بتطلع من شهر. هل ده حزين أكتر من ده؟ لأ، لأ، ده مش مش مقياس، مقياس، مش بالعكس، مقياس. بس دي ساعدت نَفْسها تطلع عشان ولادها، عشان جوزها، عشان حياتها، عشان نَفْسها، ودي ما ساعدتش نَفْسها تطلع، إمم. غصبٍ عنها اتّاخدت مع الأحزان. ده طبيعي وده طبيعي، بس إحنا نحاول نبقى في الجهة اللي هنساعد بيها نَفْسنا و وشعرنا بقى يبطّل يُقع والحاجات اللي بتحصل لنا الstress كُلّها اللي إحنا فيه. دي. أيوه بالضبط، طب بس فهي أنتِ دي. برضه ما قُلتليش موقف، مثال، أنا عايزة مثال. أنتِ عايزة حتى مثال في الشغل، حتى في إمم. الحياة مش العملية، لأ، يعني مع ولادِك مثلًا، هل في حاجة كانت صعبة عدِّت وحسيتِ؟ في يعني ممكن تعب حد قريب منّي، تعب إمم. كبير والخوف من الفقد. ده كان موقف صعب عليّا فعلًا ويعني وبالذات إن أنا كنت في الغُربة أيامها والحد ده مش معايا في نفس البلد. ممكن يكون ولادي موقف مُحبِط حصل لهم في حياتهم وهُم صغيرين أوي وغيّر فيهم. وعلى فكرة أنا عايزة أحكي فعلًا الموقف ده، هو موقف حصل لهم آه. كانوا مقدّمين في حاجة وما اتقبلوش. فأنا اتبسطت أوي من ولادي في حاجة، على قد الحزن، على قد ما إحنا زعلوا. عِشنا ليلتين حزينين جدًا بالحِجة دي، على قد ما من يومها لحد النهارده أنا ولادي على فكرة كانوا أيامها 13 سَنة ودلوقتي هُم 14، يعني تقريبًا السَنة اللي فاتت أو اللي قبلها. آه. هُم ما سابوش فرض في الجامع بعد الموقف ده. أنا عندي مسجد جنب أوكي. بيتي، بقوا يصلّوا ماشي. كل الفروض في المسجد. هو ده اللي أنا باتكلّم عليه، إن أنا حاولت أزرع فيهم حتّة وأساعدهم في حتّة طَب ما تيجوا نشوف إيه اللي ناقصنا ونكمّله وفي نفس الوقت نقرّب لربنا هُم فهُم زعلوا فعلًا جامد من أوي يومها كده. الموقف أثّر في حياتهم جامد. من يومها وهُم عملوا يعني الحمد لله راحوا الاتجاه الكويس، اتجاه نصلّح في نفسنا، اتجاه نجتهد أكتر، اتجاه نجتهد في إمم. الحتّة اللي ناقصانا. يمكن قبلها ما كانوش واخدين الصلاة serious بس دلوقتي لأ، هُم فعلًا الحمد لله ما بيحاولوا ما يفوّتوش ودي فرض في الجامع ودي جات منهم، من جواهم، من موقف إمم. وجعهم أوي فراحوا للأحسن. فممكن يكون موقف إن هُم ده من إمم. المواقف الصعبة اللي عدِّت عليّا. غير كده لأ، الحمد لله أنا ناسية الحمد وخلّيني لله. ناسية. يا فندم لو سمحتِ خلّيني حاضر، ناسية. حاضر، عشان بس الناس تشوف. يعني لأ، بس فعلًا الموقف برضه إنِّك تشوفي ولادِك زعلانين من حاجة أنتِ برضه عاجزة قصادها، أنتِ مش في يعني أنتِ إيدِك في لحظتها حاجة. بتقولي يا رب الحاجة دي تحصل لي وما تحصلّهمش، صح، هُم صح. صغيّرين لسه على أيوه، إن هُم مش يستوعبوا ده، ما بس يحسّوش طلع إن هُم مش صغيّرين. هُم ساعات القرصة اللي بتوجع هي إمم. اللي بتضبط، بتعدل بعد كده، بتاعِك. تخلّيهم يروحوا للاتجاه الصح اللي أنتِ بتزرعيه فيهم ومش عارفة إنه أثمر خلاص. لأ هو أثمر الحمد لله. أيوه صح. في ناس فدي من فعلًا كتير الحاجات أوي بتبتدي تقول لِك: "هو أنا مش عارفة أنا باربّي صح والّا مش باربّي صح، بالضبط، والّا مش عارفة بالضبط. الولد ييجي اللي ما موقف بيسمعش صعب كلامي ده إيه وضعه." بس في الآخر زي ما أنتِ بتقولي، اللي أنتِ بتزرعيه هتثمريه مش مهم خالص دلوقتي، ممكن بعد سنين. دي حقيقة، دي حقيقة فعلًا. فبييجي موقف صعب بتتوجعي ساعتها، بس ساعتها بتشوفي نتيجة اللي أنتِ عملتيه، فبعدها هو ده دايمًا اللي أنا باقوله. الموقف بعد ما بيعدّي بُصّي عليه، هتلاقي إن أنتِ أقوى من ما أنتِ كنتِ متخيّلة، من ما أنتِ كنتِ آه. حاملة هَمّه. صح، هتلاقي إن صح. هو عدّى. طَب عدّى وأنا الحمد لله عرفت أعدّي، طَب ما أنا قوية أهو. طَب أنا ليه إمم. باحمل الهَم؟ ليه بنحمل هَم المشاكل، ليه بنحمل هَم هتعدّي، هتعدّي، اليوم إمم. اللي هييجي أحسن منّه وكُلّه بيعدّي وكُلّه بيتنسي. بس إحنا نساعد نَفْسنا وما نسيبش نَفْسنا في الحفرة دي الzone دي، كتير، أيوه صح. بالضبط. ماشي، قُلتِ برضه موقف صعب أهو الحمد لله، لأ خرّجتِ عرفتِ منِّك تطلّعي موقف منّي، صعب، برافو، عرفتِ. برافو، برافو. طيب أنا دايمًا باحب أختم الحلقة كده بحاجة refreshment طبعًا يعني أنا واثقة اللي هيسمع الحلقة هيشوف تفاؤل وسعادة وهيحس كده لأ يالّا أنا فعلًا لأ أنا عايزة أنسى، أنا عايزة يعني أدوّر على حاجة تسعدني. إيه الآية أو الحديث أو الدعاء اللي ما فيش يوم بيعدّي إلا لمّا لازم تفتكريه أو لازم تقوليه، ده اللي بيطمّنِك، لو اليوم عدّى من غيره لأ أنا في حاجة ناقصاني النهارده؟ بُصّي، أنا فعلًا من الحاجات اللي بقى لها سنين يوميًا، يوميًا مش هاقول عنها حديث أو آية، بس هي معناها في حديث أو آية برضه، إمم. اللي هي يا ابن آدم افعل ما شئت فكما تدين تُدان. دي بترعبني، بترعبني يا ماجي فعلًا. يعني باحس إن أوكي. أنا الموقف اللي هاعمله دلوقتي لو يا رب يترد لي أنا، لإنه لو ما اتردليش هيترد لولادي. لولادِك صح، فأنا صح. مرعوبة، مرعوبة إني أذي حد، مرعوبة إني أضايق حد بكلمة بسيطة أنا مش قصدها. وفي نفس الوقت بيخلّيني أعمل الحاجات الحلوة اللي اتكلمنا عنها في أول الحلقة. ففعلًا كما تدين تُدان دي من المقولات اللي لو حطيناها قدّام عينينا يوميًا، إمم. هتلاقي إن أنتِ كل تصرُّف هتفكّري أنا هاحبه يتعمل فيّا والّا لأ. وده اللي أنا باقوله إن هو معناه في القرآن والحديث، اللي هو إن اللي بتعمليه هو اللي بيترد لِك. فأنا ده مش يعني بيخوّفني وهو ده الحافز بتاعي في أي حاجة باعملها على قد ما أقدر، بالذات في الشغل. يعني فعلًا أوكي.
في ناس كتير مؤذية في الشغل وده بيعدّي علينا كلّنا، أكيد. بس حقيقي أنا برضه بافكّر من ناحية كما تدين تُدان، إن أنا لو ردّيت عليها الأذى بأذى، ما هو أنا في الآخر عملت حاجة غلط. صح، صح. فبنحاول إن إحنا نحل المواضيع بطريقة إن أنا لو اترد لي الموقف بالعكس، أنا هاكون مبسوطة satisfied، وفخورة باللي أنا ما عملته. يبقاش حاجة مؤذية. وباحاول أقول أزرع في ولادي الحتّة دي، إن ربنا أنا عملت حاجة غلط أيوه، وما حدش شافني، طب ما هو ربنا شافني، وفي مقولة بما معناه إن كما تدين تُدان، إمم. هتترد لي، ما حدش شافني بس هتترد لي، هل أنتِ حِمل ده؟ هل أنتِ صح، حِمل صح. دعوة حلو أوي. واحدة تيجي قصادِك بالليل؟ هل أنتِ حِمل عيلة تتكدّر بسببِك، بسبب إن أنتِ أذيتِ واحدة في شغلِك؟ هل أنتِ حِمل إن أختِك تنام متضايقة بسبب كلمة قُلتيها لها من غير ما تقصدي؟ لأ، أنا مش حِمل ده. فكما أكيد. تدين تُدان وفعلًا على فكرة ساعات والكلمة دي على لساننا تقولي إيه، ربنا يوقّف لِك ولاد الحلال، هم فعلًا بيوقفوا لِك بالخير اللي عملتيه. صح. فيا رب نكون دايمًا سبب في سعادة الناس، يكون لينا بصمة في أي قعدة، مش هاقول لِك في أيوه حياة صح. حد، في أي قعدة. أنتِ لمّا بتدخلي الناس بتبقى عايزة دخلتِك وضحكتِك وفرحتِك وتفاؤلِك، تكوني دايمًا أنتِ جدعة. إمم. يا جماعة والله كلمة جدعة دي حُطّيها قدّام عينِك، إن جدعة بتفرق مع الناس، مش إمم. بتستنى منهم مقابل، على فكرة الجدع مش بيستنى مقابل، بيزعل لمّا بييجي له مقابل، أيوه. مع إن طبيعي إن هو آه. يعني الناس تحاول ترُد له الخير أيوه. بخير، بس حقيقي هو بيعمل كده لإنه ده الsatisfying ده المُفرح بالنسبة له، ده اللي هيخلّيه ينام بالليل فرحان، فخلّيكِ دايمًا سبب في سعادة غيرِك، وده هيخلّيكِ سعيدة، فكّري في غيرِك ما تفكّريش في نَفْسِك، وغيرِك ده هم أقرب المقربين قبل البُعاد. غيرِك إمم. ده صح. مامتِك وباباكِ واخواتِك ولادِك، صح. ففكّري في الناس كلّها اللي حواليكِ، إيه اللي إمم. يسعدهم وده هيترد لِك بطريقة أو بأخرى، ده الصدقة اللي بتطلّعيها ربنا بيردّها لِك أضعاف، صح. فالضحكة اللي هتعمليها مش هتترد لِك أضعاف؟ إمم. هو ده اللي أنا يعني حابة أختم بيه الحلقة، إمم. وحقيقي أنا استمتعت جدًا وما كنتش متخيّلة إن القعدة هتبقى حلوة كده، استرسل. فشكرًا على البرنامج الحلو ده يا فندم، ويا رب ينجح ويكسّر الدنيا يا رب. إن شاء الله. وهنستنى حلقتِك أنتِ يا ميري. بإذن الله، يعني بإذن إحنا الله. مستنيين حلقتِك أنتِ بفارغ الصبر. نورتيني، شكرًا يا ميري وليّا والله، الشرف إن عملت معاكِ اللقاء النهارده، وإلى لقاء آخر، ممكن بأسئلة جديدة، لازم، بردود جديدة، لازم، لازم. وإن شاء الله لمّا نتقابل ينجح على خير. الجزء الأول هنستنى الجزء التاني بأسئلة جديدة إن شاء الله. ماشي يا فندم، نورتيني. إنما الإنسان أثر، فاصنع أثرك. كانت معاكم ناجي، باحاول أصنع أثر. شكرًا يا ميري، شكرًا حبيبي، يا حبيبتي حبيبي. بيو